السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني يا جماعه والله. الحمد لله. يعني ايه، انا كنت في عندي ظروف وكده وكنت تعبانه، بس الحمد لله ربنا اكرمني والحمد لله كويسه دلوقتي. وادعوا لي ربنا يشفي كل مريض ويفك كل كرب وكل مكروب، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده ماما، ربنا يبارك لي فيها يا رب. انا عارفه ان ايديا يا جماعه عندي اختناق في العصب. لما بمسك فرشه ولا حاجه يعني بمسك الحاجه كتير فايديا بتورم، ومبقدرش اشيل بها اي حاجه ومبعرفش احركها خالص. فماما كانت بتغسل السجاد معايا، هي تغسل شويه قدام الكاميرا وانا في الكاميرا واغسل ايه معاها. هي شوية وانا شوية، يعني برضه كتر خيرها ان هي ايه بتعمل معايا وتساعدني، وربنا يخليها ليا يا رب ويخلي كل الامهات. اللهم امين يا رب العالمين. هنا يا جماعة انا بحط الغسيل السجاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كان عندي 3 سجادات الكبار، انا كنت غسل التانيين تحت في الحمام، اللي هم المشايات وكده. وماما قالت لي تعالى ما اغسل معاكي السجاد فوق، وكنت هوديه مغسله بس هي قالت لي المغسله ما بتنضفوش كويس. لا انا هغسله معاكي يا ستي، انت هتتعبي. قلت لها خلاص. بقيت انا امسك لها الخرطوم كده، وهي شويه هي شويه تغسل وانا اغسل شويه علشان السجاده تنضف. انتوا عارفين ان الاولاد بيبوظوا الدنيا بقعوا بقى كوب شاي كوب عصير كوب ميه، بيخلوا السجاد مش نظيف. بس صراحة السجاد راح فل ما شاء الله عليه. انا عملت يا جماعة بحط مية سخنة، مية تغلي على النار في حاجة استانلس و اللهم صل على النبي. وبحط فيها كلور و... وبريل وبرسيل، برسيل جل وبرسيل من اللي هو العادي ماشي، اللي هو الباودر ده. فاللهم صل على النبي. بقيت نغسل السجادة ونعيد عليها مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده نشطفها زي ما انتوا شايفين كده، وبوقفها ماما توقفها كده وانا بنشطفها ايه مع بعض. هنجيب ال3 سجادات. السجادة التانية دي السجادة دي أصعب حاجة في الغسيل على فكرة. السجادة اللي من غير حفر أحلى من السجادة اللي هي التانية دي. وبحب اشكر حبيبة قلبي سمر سعيد، ربنا يخليها ليا يا رب. اختي في الله، ربنا يبارك لي فيها وربنا يبارك صراحة هي ست محترمة وبحبها في الله والله العظيم من غير اي حاجة. ربنا يخليها ليا، هي اختي، يعني انا عندي اختين، هي اختي التالتة. ربنا يبارك لي فيها، اللهم امين يا رب العالمين. وبحبك كتير أوي سمر وبحب عيلتك كتير، وربنا يخليكوا ليا ويخليها لنا رب، لهم امين يا رب العالمين. هنا يا جماعه جبنا السجاده التانية دي مش حفر، دي بتتغسل بسرعه، يعني هي لونها بيج فتحسها ان هي صفرة كده، لا هي لونها ده. بس لازم بقى عشان العيال برضو انت عارفين هي متطربه بس. برضه بس شفت المية على النار اهي، البوتاجاز شغال، حاطه المية على النار وبنحط فيها الحاجات اللي انت بتقول على اللي انا قلت لكم عليها دي، كلور وبرسيل جل وبريل وبرسيل من اللي هو التاني عادي، او اوكسي، اي حاجه اي مسحوق عندك بتستخدميه اعملي بيه. وماما بتاخد شوط كده وانا شوط، يعني كل واحد شويه. ربنا يديها الصحه يا رب، ربنا يخليكم امهاتكم يا رب. مين بقى يعني الغسيل السجاد بقى بتاع العيد الكبير ده، انا كنت فرشه يعني في رمضان ما عرفتش اغسل السجاد التاني، كنت جبت السجاد يعني جديد خفيف بقى عشان الصيف وكده، عشان نشيل على طول ونمسح وكده. بس السجاد ده عشان ما كانش عندي ميه، عشان احنا عندنا هنا ظروف الميه في مرسى مطروح، يعني ظروف الميه صعب شويه، ان احنا بنشتري عربيات ميه ما بتبقاش فيه الميه، بتيجي مره بس في الاسبوع، مره واحده يا جماعه بس في الاسبوع بتيجي الميه عندنا. فبنملى الخزان ما بتمليش وبتقطع على طول. طب بس احنا بنروح بقى نقدم على عربية مية بنجيب مية. فاحنا بص الخرطوم مش شغال كتير يعني، انا اللي بطرطش كده عشان يضغط جامد المية وينزل الوساخة اللي فيها والصابون وكده. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا بقى قوموا تشجعوا معايا واغسلوا السجاد بتاعكم. انا كل شويه ازود الحله اللي على النار ميه وكده، واحط لها برضو برسيل وكده، وبرسيل وبريل، يعني كل ما تنقص احط لها زودها علشان ايه اي بقع اي حاجه بتطهر السجاد كمان.
بيخلي الواحد ايه نفسيته مرتاحة كده. الواحد لما بيغسل حاجة وبيغسل السجاد يغسل يخلص الحاجة اللي وراه، بتحس ان الواحد مرتاح نفسيا يعني. الحمد لله. ربنا ربنا يصبرنا ان شاء الله. ربنا يفك كرب المكروبين ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. واللي بقى بتقول لي انت امك يا اختي بتعمل معاكي، انت مالك؟ انت امي بتعمل معايا، دي امي ما بتعملش معايا، انت مالك؟ يعني امي حابه كده، يعني امي مش مش متعصبه من كده ولا حاجه. هي اللي بتقول لي تعالى اعمل معاك يا ام يا حبيبتي، يعني انا بنتها. هي عايزه تعمل حاجه انا بعملها معاها، هي انا اعمل حاجه هي اللي بتعملها معايا. انت مالك؟ يعني مش عارفه. ربنا يهديكي، ربنا يهديكي لنفسك، بس مش هقدر اقول اكتر من كده. استغفر الله العظيم يا رب العظيم. استغفر الله العظيم. هنا بقى ماما جابت السجادة التالتة ديت، ايه الشبح يا جماعة. دي السجادة الكبيرة، دي تقيلة يا جماعة. بصوا يعني التانيين يعني التانيين حمادة، ودي اللي جاي حمادة تاني خالص. فردة السجادة دي برضو يعني هي تقيلة. عارفة لما تشرب مية بقى متعرفيش تشيلها من مكانها، لازم اتنين تلاتة يشيلوها قصاد بعض، يعني يرفعوها بس من مكانها كده عشان تقف تصفى. بوقفهم كده اصفيهم على حاجة ويصفوا. بعد كده ايه نحطهم على الحبال، يعني على السور البلكونة كده ولا حاجة، وعشان ينشفوا وتحطوا في الشمس يوم او اتنين يروحوا بفتة. حطوا لي بقى لايك يا جماعه، وما تنسوش اللي اول مره يشوفني انا اسمي عبد الله، اشتركوا في قناتي مامتي، قناتي اسمها مامتي كل حياتي على اليوتيوب. ربنا يكرمكم ان شاء الله ويكرمنا ان شاء الله، وقناتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. ربنا يفرحكم ويفرج كربكم، اللهم امين يا رب العالمين. مريم عايزه تسلم عليكم. يلا يا مريم. خلاص يا جماعه هي مكسوفه. حطوا لايك بس كده. هما هيحطوا، مش هيرضيني يحطوا لك لايك، هيحطوا لي انا. لا قولي يا جماعه حطوا اللايك ده لمريومه ولا لماما؟ يا شوفوا. ماما وتيتا. ومريومة ماما ومريومه وتيتا. تيتا وتيتا عشان هي اللي غسلت السجاد معانا. تيتا ايه تيتا تيتا حبيبتك صح. ربنا يخليها لينا صح. ربنا يخليها لينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دي السجاده الثالثه يا جماعه، زي ما قلت لكم الوحش الكبير. دي بقى بتشرب ميه كتير. شفتوا انا خدت وقت في الفيديو كتير ان هي بتشرب ميه. وحط ماما بكل الشطط عشان اقول لكم ان كل شويه بنحط برسيل وكلور واريال وكل حاجه، يعني كل ما يعني عايزه تحطي معطر سجاد حطي عليها. كل حاجه حطيها. شفت الميه السخنه بتدخن ازاي، بتخلي الحاجه ايه فلالي كده فلالي. لا هي دي بتتحط في الصالة. دي بتحط في الصاله عشان دي الكبيره دي ايه السجاده كبيرة. الكبيره بتحط في الصاله، بس تقيله يا جماعه. هي صراحة ما بتتحركش من مكانها، ما بتكونش تحتها تراب. ما يعني ما بتسربش تحتها تراب زي السجاد الخفيف. انا جبت سجاد بس طلع خفيف قوي يعني، وبيزحلق من على السيراميك وكده، فكان هيكسرنا. الحمد لله. ربنا ادعوا لي يا جماعة، ربنا يشفي لي زوجي، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض. انا مرة اختي خلتني ماسكاها هنا تقيلة. في البيت هنا، وقعت عليها. وقعت عليا، عورت لها كتفها. عورت عورت لها كتفها عشان هي تقيلة. وقعت على قالت لها امسكي يا مريم، ولقيتها وقعت على كتفها مرة واحدة. تقيلة. اتجلط كتفها. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله والشكر لك يا رب. اغسلي بضمير كده يا سيدي. ايه الجمال ده، حلوة ايه الجمال ده. بس المية سخنة نار. ايوه يا جماعة كده يا سيدي. تسلم ايدك يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب، وتكيد العزال كده. ربنا يخليها لي، وربنا يخلي كل وبتساعد بناتها كده وما بتساعدهمش برضه. ربنا يخليهم ويصلح حالهم ويديهم الصحة يا رب. هم بركة حياتنا يا جماعة، الأم دي بركة الحياة. ربنا يخليها ليا، اللهم آمين يا رب العالمين. أهم حاجة، أهم من ضبط الشغل، أهم من الشغل قصدي ضبط الشغل. لازم نظبط شغلنا كده عشان ايه. انت بترش لها المية؟ انا بقدر ارش لها ميه. هو اللي انا بغسل فين يا جماعه، انا بغسل فيه عندي مطبخ في الشقه اللي فوق. لسه يعني يا دوبك احنا مسرمكين وكده، ولسه الشقه ما خلصتش. بس ابن لسه خالي بيقول لي لسه انت الشقه ما خلصتش. فانا المطبخ والحمام فاضيين طبعا.
ما نقلتش فيها ولا كده. فبنغسل بقى السجاد براحتنا كده والدنيا واسعة. لو ما عنديش المطبخ ده كنت هغسل فوق السطح، وبقى انتوا عارفين غسيل السطح بقى بيبهدل الشارع وكده. فربنا يكرمنا ان شاء الله، هنعمل المزراب بتاع السطح وكده نعمله على المجاري علشان ما يغرقش الشارع، عشان ما يبقاش فيه زرزقة في الشارع وكده. مرة إبراهيم ابن خالي بيقول لي أنت هتجيبوا الطوب إمتى؟ طوب على بيحسبنا هنبني. السيراميك على السيراميك. قلت له إحنا هنصرمك. هو احنا هنصرمك مش هنبني. قولوا احنا بنينا خلاص هنصرمك ان شاء الله. ربنا يعمر لكل الناس، اللهم امين يا رب العالمين. الحمد لله ربنا، يعني انا بصوا كنت فين وبقيت فين يا جماعه. الحمد لله. عارف انا قاعده في بيتي ده، كنت ساكنه سنتين ايجار. جايه البيت ده وعبد الله ابني عنده سنه. كانت الارض على التستيكه اللي هي على الاسمنت، والحمام والمطبخ على الطوبه، فاهمين؟ على الطوبه يعني مطرطشه كده باسمنت بس، لا متبلطه ولا اي حاجه، لا مطبخ ولا حمام. عملناها واحده واحده بقى انا وزوجي مع بعض. والتعاون كويس يا جماعه، لان احنا بس جبنا ايه، مرة السيراميك مرة اسمنت مرة يعني، وعملناها واحدة واحدة يعني، ما جبناش كلها مرة واحدة. عملت الحمام الأول، وبعد كده عملت المطبخ، عملت أرضيته الأول. بعد كده المفروض أصلا المطبخ يتعمل على بعض ويتعمل الحيطان الأول بعد كده الأرضية، لا أنا صرمكت الأرضية عشان تبقى نظيفة في الفرشة والمسح وكده. علشان أنا كان عندي السجاد الفرح كله باظ. الأسمنت التستيكة دي لو حد عارفها يعني، كلت لي السجاد. يعني انا جيت اغسل السجاد، لقيت البتاع دايبه، تحس ان انتي ماسكه ورقه وبتقطعيها. يعني تمسك السجاده كده في ايديك تلاقيها تلاقيها طلعت في ايدك. الحمد لله، وربنا ما بيضيعش مجهود حد، وربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربنا ما بيغزلش حد ابدا. وبعد كده عملت ايه، عملت يعني بص، كنت بصرمك اوضه باوضه. كنا بنصرمك انا وزوجي، يعني كنا بنعمل يعني، واخويا الله يبارك له كان بيجي ايه يعملها معانا. خالي ولا كان بيصرمك خالي أبو إبراهيم. ابو ابراهيم، عارفين ابراهيم سامح، انتوا عارفين. ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي، اللهم امين يا رب العالمين. ايه الجمال ده؟ شفت تيتا منوره ازاي؟ تيتا منوره ازاي؟ دي ايه كل حياتي، صح؟ كل ويا جماعة مش حياتي. عارفة، أنا بتأثر جدا لما بلاقي حد بيحكي عن الأم بأسلوب وحش، والواحدة تطلع تقولك عيالي بيعملوا فيا وبيعملوا حرام، دي أم. ربنا القناة الرسول اسمها صلى الله عليه وسلم قال: قال أمك قال ثم من، قال أمك قال ثم من، قال أمك قال ثم من، قال أبوك. يعني الحمد لله، يعني الأم ذكرها 3 مرات، وربنا يبارك لنا فيها، ودي هنتحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله. ربنا يجعلنا من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. كده شفتوا يا جماعة، أكتر واحدة أخدت معانا غسيل السجادة الوحش دي، السجادة الجامدة دي. هي اللي خدت. يعني أنا فصلت الكاميرا عشان اعملها معاها، يعني كانت قعدنا نرفع انا وهي كده بايد بقى واحدة، ما عرفتش، قلت فصلت الكاميرا علشان اعرف بس ازحلقها معاها على السيراميك ونوديها ايام هناك عشان اعرف نشيلها. عبد الله أخويا بص أكبر واحد بص يا فيه. جماعة، ثواني كده. بص مش قادرة تشيلها، مش عارفة بص مش عارفة تشيلها مكانها. كانت رميها في الارض. تقيلة. لا هي تقيلة بمعنى الكلمة والله، يعني التقيلة بتشرب مية كتير، يا قطيفة وبتشرب مية كتير. بصوا شفت، قلت لكم فصلت الكاميرا وبعد كده ايه، وقفتها. قعدها بقى ساعة أو ساعتين تصفي اللي فيها كله، وبعد كده نحطها على صدر البلكونة. أشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة، وحط لايك.